هكلم بنت دلوقتي وانتي فاهمه انا قصدي ايه. مش قصدي والله، بس مش حاسه بكسوف في سنك ده ان لحد النهارده في السن ده انت ممكن تتحطي في موقف ان انت تسجلي حد باسم تاني غير اسمه، وان لما يدخل عليكي حد تقفلي في وشه السكه وانت في السن ده؟ مش عيب يعني؟ بيتهيألي هو طبعا حرام، بس انا بتكلم في حته تانية. يعني مش كفايه؟ يعني كفايه لو ينفع يجي، انما ما دام ما ينفعش او ما فيش خطه للنفعان، هو اللي احنا بنعمله ده ايه؟ يعني التواصل ده عباره عن ايه يعني؟ برضه هرجع تاني، علاقه ايه؟ بكره ربنا يفرجها يعني ايه؟ طب ممكن ازيدك من الشعر بيت؟ هو مش ساعات بيكون ما ينفعش بقى بجد خالص وانت عارفه ان ما ينفعش؟ امال انت هنا بتعملي ايه؟ ايه؟ نمسك نفسنا ونمشي، نمسك نفسنا ونمشي. نفسك تكملي؟ ده مش ادب ولا احترام ولا اخلاق ولا دين. ضميرك مأنبك وبيوجعك، نضبط الدنيا عشان ربنا يرانا ويسمعنا. ولو ألم بألم يبقى ألم فراق مع رضا ربي أحسن من ألم عدم احترامي لذاتي ومتعتي في الدنيا، وفي الآخر أعاقب أو حتى أعاتب من ربنا سبحانه وتعالى. كما قيل: وسوءتاه وإن عفوت. وإن عفوت يكسوفي، وإن عفوت يكسوفي، وإن غفرت يكسوفي، وإن قلت لي خلاص خلاص تبدل حسنات. يكسوفي ان انا اقف قدامك الوقفه دي، يكسوفي. ربنا يرانا. يا رب اهدينا وتب علينا، يا رب اهدينا وتب علينا.